ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده وصفه حلوه خالص وسهله وتفتح النفس على الاكل. هنعمل مع بعض النهارده البتنجان المخلل بطريقه سهله وبسيطه، وكل يوم هتعمليه من حلاوته هتاكليه كل يوم. اكله حلوه خالص. يلا بينا نشوف الطريقه ازاي. عندنا هنا نص كيلو من البتنجان، عايزينه ننجيه رفيع، ما ننجهوش تخين خالص عشان في ناس بتجيبه تخين. التخين بياخد وقت في السوا وبيشرب زيت كتير. احنا هنجليه مش هنسلقه. وبعد كده هنقشره كده. عايزه تقشريه بايديكي قشريه، عايزه تقطعيه بالسكينه، بس اهم حاجه تخلي الحته البيضه دي فيها، ما تقطعهاش. شايفينها الحتة اللي من فوق دي الراس البيضة سيبيها. ماشي، هنعملها كده بالسكينة. بص، هنقشرها بالسكينة عادي خالص. أكلة حلوة وبتنفع في الصيام خالص، تفتح النفس كده جنب الأكل والمخلل كده بحاجة حلوة. شايفين يا حبايبي؟ هنعمل مع بعض واحدة تاني عشان لسه اللي مش بيعرف يعملها، عشان العروس الجديدة اللي في المطبخ. شايفين؟ سهل خالص، مش بياخد وقت نهائي. ماشي، احنا كده خلصنا الكمية كلها. شايفين؟ حلو خالص. احنا عايزينه كده، وبعد كده هنخرمه بالسكينة عشان ما يفتفتش منك في الزيت ويتنفخ ويبهدل الدنيا خالص. خرمي كل واحدة كده بالسكينة. شايفة السكينة لازم تعدي من الناحية التانية عشان في الزيت ممكن يتنفخ منك ويفرجع، والزيت لسعة الزيت مش حلوة. خلاص يا بنات. وبعد كده خرمناه حلو هنغسله. وبعد كده عندنا الطاسة بتاعتنا، الصينية بتاعتنا هنحط فيها البتنجان بعد ما غسلناه والزيت بتاعنا سخن. هنرص فيه البتنجان كله. ماشي حبايبي، ما تنسيش تشتركوا في القناة وفعل الجرس ودوسوا لايك عشان كل الجديد يوصل لكم. هنرص الكمية كلها. هنا ده نص كيلو، عايزة تزودوا بروحتك. بس لما يكون كل يوم كده او كل يوم ويوم تعمل طازة بطعمه احلى. هنحطه كده كله في الزيت. واول ما يستوي هنقلبه على الناحية التانية لغاية ما البتنجانة بتاعتنا بطرية خالص وحلوة. ماشي، شايفينه؟ كل مدى كده هنقلب فيه عشان يستوي من كل اتجاهات زي ما اتفقنا. حاجة حلوة كده وسهلة، ولازم كل يوم كده تغير في السفرة بتاعتك. يعني يوم تعملي تطلع مخلل زيتون ولفت، يوم تعملي لهم بابا غنوم، مرة تعملي لهم بتنجان مخلل زي كده. كل مرة ايه تحب تغير كده في تغيير في السفرة. كده بعد كده ما البتنجان خلاص استوى. شايفينه بقى طري ازاي وحلو؟ شايفينه طري خالص وحلو. لما بتنجيه رفيع خالص هينشف منك. احنا عايزين البتنجانة ولا تخينة ولا وسط، يعني الحجم المعقول. التخينة خالص هتاخد وقت معاكي في السوا، والرفيعة هتنشف معاكي. تمام، احنا بقى عايزين الواحدة ايه وسط، ولا تخينة ولا رفيعة. ونصفيه كده حلو من الزيت وهنطلعه. هنطلع الكمية كده كلها. سهلة وما خدتش وقت معانا وبسيطة. بعد ما طلعنا الكمية كلها يا حبايبي هنركنه كده على الكمية كلها. هنركنها بقى على جنب. شايفينه طري ازاي وحلو؟ شايفينه عامل زي الملبن طري خالص. هنركن كده الكمية وهنشوف بقى الاخر الحاجة بتاعتنا. عندنا هنا راس توم كبيرة حلوة، وعندنا كمان هنحط الملح كده، معلقة ملح عشان ندج التومة حلو. عايزة تفرميها في الكبة افرميها، عايزة تدجها في البتاع الهون دجيها. ومعلقة كزبرة. وهندج التوم حلو خالص هننعمه. ماشي يا حبايبي. بعد ما دجينا التوم خالص عندنا الصينية بتاعتنا هنعمل الطشة بتاعت التومة. احنا بنعمل بالطشة، في ناس بتحط توم نية،
بس التوم الني لما بيقعد بريحته مش حلوة. احنا هدوبك هنصفر تصفيرة بسيطة. ماشي، حطينا في الصينية شوية زيت كده، وهننزل بالثوم بتاعنا بعد ما ندجناه وناعم خالص. هنحط الثوم، الزيت بس يسخن وهنحط الثوم بتاعنا. ماشي، رز تومة كده حلوة كبيرة. هننزل بكمية الثوم كلها، وهنقعد بقى نقلب الثوم حلو خالص لغاية ما الثومة بتاعتنا يصفر. عايزة تحطي هنا بقى مع الثوم شطة، عايزة تحطي فلفل اخضر، اللي انت عايزة تحطيه حطيه. ماشي، هننزل بقى بالملح عشان الطشة بتاعتنا بحاجة وحلوة. الخلطة بتاعت الثوم وبحلوة حاجة وبطعمها حلو. ماشي، هنا التومة خلاص صفرت، هننزل بقى بخل. لما التومة تصفر، احنا مش عايزين التومة تحمر، يا دوبك تصفيرة بسيطة كده. هننزل بشوية خل كده حلوين. انا الجزازة خلي بالكم انا مش فاتحاها جوا، يا دوبك حتة صغيرة بتنزل بسيط، بدل ما الناس تفتكر ان انا فاتحاها جامد وبتنزل كمية خل كتيرة. هما شوية صغننين. ماشي، ومعلقة هريسة، دي اختياري، عايزة تحطي هريسة حطي، عايزة تحطي فلفل اخضر حطي، عايزة تحطي شطة حطي، المتوفر عندك حطيه. ماشي يا حبايبي، هنقلب كده الهريسة في الدقة بتاعتنا. شايفين بقى شكل الدقة بتاعتها حلوة ازاي لما حطينا الهريسة والخل؟ ما اقولكوش بقى على الريحة، فظيعة فظيعة فظيعة. هي دي الدقة بتاعتنا، مش هنحط حاجة تاني، خلاص قفلنا النار عليها. وهنعمل بقى العروس بتاعنا، هنحط الدقة جوه العروس. هنفتح كده العروس، هنحط سنة ملح كده بسيطة في قلب العروس عشان العروس بتاعنا بحاجه حلو. ماشي يا بنات، بأمانة بأمانة وصفة حلوة خالص وسهلة وبسيطة، ما خدتش معانا 10 دقايق، أكلة حلوة وبسيطة. ماشي، هنحط كده سنة ملح بعد ما فتحنا كل العروس كده، بس ما تفتحوش جامد، يا دوبك من على الوش، ما تنزليش جو بالسكينة لتحت عشان العروسة ما تتجزمش منك نصين. ماشي، وبعد كده هنحط الدقة بتاعتنا. شايفين شكل الدقة حلوة ازاي؟ لونها حلو زي بتاع بره بالظبط، بس بتاع بره بسلوجه، احنا هنا بنجليه. عايزة تسلجيه اسلجيه، بس اعملي نفس الحكاية كده بالدقة. ماشي، هننزل بكمية دقة حلوة كده جوه العروسة جوه البتنجان. في ناس تقول على البتنجان عروس، وفي على حسب كل مكان ما انت عايشة فيه. ماشي يا حبايبي، هنركن كده البتنجان على جنب، وهنفتح باقي الحاجة، هنكمل له وهنشوفه مع بعض. هنا خلصت بقى الكمية كلها، شايفينه حلوة ازاي؟ طريقة سهلة وبسيطة. يلا قوموا اعمليه، حاجة حلوة خالص وبسيطة. متنسيش تشتركوا في القناة وفعل الجرس وتدوسوا لايك. يلا باي.